السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة أجازة وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. النهاردة إن شاء الله قلت بقى ايه أطلع. طبعا الفيديو ده منتظر من زمان، أنا كان نفسي يعني إن نطلع برضه نعمل يعني ايه تركيبتين، تركيبة ثابتة برضه عشان تركيبة ثابتة وتركيبة موتور دايزك، تركيبة موتور دايزك وتركيبة ثابتة. تمام، بس طبعا احنا مش هينفع كده لأن ده عندنا، لأن هو الديك ده مش عايز يسكت والتركيبه ثابته الاول. تمام، 5 اقمار 6 اقمار على حسب الشرينج. وبالمره نعرف موضوع الاوروبي ايه اخباره، وطبعا هنعرفكم موضوع العدسات ايه نظامها، ايه نظام العدسات، ونبقى مع بعض النهارده كده. وعايزين الناس برضو ايه تشوف شغلنا بفضل الله، واحنا تحت امر الجميع. وكل سنه وانتم طيبين، ونبدا يلا على بركه الله. نقفل بقى طبق المتر عندنا استعمال. تمام، وبرضو اللي محتاجه ممكن نبيعه عادي، مفيش مشكله، ما يلزمنيش. تمام، ونبص بصه كده على الحاجه اللي هتركب وتحت امر النبي على افضل الصلاه والسلام. انا قدام منكم قاعده، انا كان نفسي اعمله على الارض هنا، يعني انا كان نفسي اعمله على الارض طبعا عشان اصب قاعده بقى ووجع قلب وبتاع، فاهم؟ فهتاخد وقت طبعا. دي قاعده على الصوب، خلي بالكم ان في هنا شبكات برضو مقرفه. تمام، ما ينفعش معايا الموتور الدايزك في الوش اللي انا عامله في الوش ده اهو. تمام هنا بس انا هجربه هنا برضو عشان نعرف الغرب والشرق والمدار شغال تمام. طبعا لازم يبقى ايه زي ما انتم شايفين اهو قدام حضراتكم مسطره يمين شمال، المهم يبقى ايه العمود ثابت زي ما انتم شايفين. تمام، ومسطره اذا كان متحرك او اذا كان ثابت، ليه؟ عشان تعرف تشتغل وتجيب اشاره. تمام، خليكم معايا. ادي الطبق المتر يا جماعه، ادي الطبق المتر يا جماعه قدام حضراتكم. والقطعه دي طبعا قطعه قديمه، مش عارف دي تقريبا بريفيكس، تقريبا بريفيكس. تمام، المهم قطعه قديمه بس حاجه نظيفه طبعا. تمام، وادي طبق بريفكس طبعا استعمال، بس برضه حاجه نضيفه زي ما انتم شايفين، مش متبهدل قوي. تمام اهو. تمام، ف هنجرب، نبدا نجرب بقى معانا. طبعا انا كان عندي قبل كده، طبعا كان عندي المسطره وكنت انا مقفل بس ما كانش على الطبق ده. فادي المسطره جاهزه، وطبعا هنجيب بقى ونعمل مسطره. وعندنا مسطره حرف التي جديده اهي. تمام، وعندنا الفلانشات، وعندنا البطاريه اليو بي اس. طبعا انا حاططها في علبه عشان ما تتوسخش. ده طبعا تشحن معايا يو اس بي، حاجه شوفوا يعني حاجه ممتازه جدا. بس طبعا التركيبه بدام هتطول يبقى لازم الافضل لازم كهرباء. تمام، وجبت برضو الانفيرت اهو عشان برضو المصداقيه ونشوفها على السنتر. وجبت برضو الستار نت ازاي اللي هي الزرقاء. تمام، كله انا جايبه اهو عشان النهارده يوم التجارب ويوم الشغل الصح، ونظبط الدنيا مع بعض. تمام، وبرضو جبت كام قطعه قدام كده برضو عشان نجربهم في المسطره. تمام، فخليكم معايا نبدا نعلق الطبق وربنا يسلمك. انا عندي الستاند هنا، الستاند ده هيجيب على الارض. كان نفسي احط الستاند. تمام، عشان برضو الناس تقتنع ان انا بقفل، بس والله انا هنا لوحدي طبعا مع ربنا، فمش عارف ان انا طبعا عشان على سور مش عارف اتمكن. تمام، وانا براكب طبعا، انا ما ركبتش حاجه. كنت عايز ان انا اشغل الكاميرا وانا بجيب، يعني طبعا الحمد لله الدنيا كلها عارفه احنا على ايه، بس عشان الناس تعرف. طبعا انا شغل الشاشه، والله انا شغال في الشمس، بس عشان يعني في حاجه كده في دماغي، يعني عايز اقنع حد بمعنى اصح. تمام والحمد لله رب العالمين الدنيا كلها تعرف احنا على ايه. ده كده طبق متر على قطعه قديمه. تمام، وهنجرب نجيب سنتر اوروبي واموس وتمام وبلغاري، ونشوف الدنيا كده اللي هتيجي معانا ايه، ونعمل تثبيته ونعمل تركيبه ثابته. تمام بالتمام، فخليكم معايا وربنا المستعان. طيب نبص كده يا جماعه. انا دلوقتي ثبت الستاند، اي حاجه انا مش عارف اذا كان شغال تمام ولا لا، برضه عشان الناس تشوف ان انا بجيب يعني ايه شغال بالقمار. تمام، يا رب بس يكون الصوت والصوره الى حد ما. طيب هنعمل ايه؟ نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام، ونجيب سات ونخش على طول على الاوروبي. طبعا الاوروبي ده الاساس، اوروبي سنتر كانال. لا احنا عايزين بقى ايه يعني اللي طبعا، لان بعد ما هجيب الاشاره هوريكم الاشاره، عشان انا ما بعرفش، يعني ما بعرفش ايه، مش عارف هو يعني انا كده شغال مظبوط ولا لا كصوره يعني. طبعا لو عندي حد كان صورني فعلي. تمام، انما انا تقريبا جايب الطبق معلش بقى لحد ما يكون معانا حد ان شاء الله. تمام ويصورنا الشغل مظبوط. طيب احنا كده هنبدا نسمي الله ونجيب القمر الاوروبي.
انا كان نفسي يبقى شغل على الارض، كان نفسي شغل يبقى على الارض يبقى احسن. ليه؟ على الارض هعرف اتملك والستاند هيبقى ارض، فانا هتشاف كلي، مش عارف انا كده متشاف ولا لا. بسم الله. طيب احنا هنجيب بقى الاوروبي الاول ونبدا نظبط بقى دنيتنا. تمام. بسم الله. طيب ده المفروض كده اساسه كده ميه. نبدا. ايوه. طبعا يعني انا يا رب بس تكون الكاميرا جايباها يعني. طبعا انا حتى والله ما عارف اجيب المفتاح، حاجه تزعل. طيب هي كده الاشاره راحت. انا بس هبدا معاكم واحده واحده. وطبعا هو على السور افضل برضو، يعني معلش في كلمه، على السور افضل عشان ده قطعه قديمه. طبعا يعني الناس اللي كانت بتقول بقى ان الاوروبي فعلا، هو فعلا الاوروبي قل. اصل في ناس بتتكلم بتقول احنا عايزينه على طبق متر، على طبق 85، وانا بقول ما ينفعش، هيبقى ضعيف. يا اما لو عندك قطعه، يا اما لو عندك قطعه تمام هيشتغل معاك، انا ما قلتش لا. انما ما تجيبليش 85 وقطعه عاديه وتقول لي يا ابو شنا لا أو لا. طب انا عملت الفيديو ده عشان بس المصداقيه اهو. بالنسبه بسم الله اهو. ودي طبعا قطعه قديمه، قطعه نظيفه يعني، مش قطعه قديمه. تمام اهو. طبعا والله انا اسف ان انا الواحد شغال لوحده. لو كان بقى حد بقى بيصور ولا حد معايا يسند كانت تبقى ممتازه عن كده كمان. طيب انا بعد ما هثبت بس السنتر، السنتر اعلى اشاره في الاوروبي، هبدا اجيب لكم التليفون عشان الناس تقتنع بالاشاره بتاعت ابو جنى. الحمد لله. تمام اهو. انا ممكن ما اكونش متشاف يا جماعه، انما الطبق متشاف تقريبا لان هو الستاند واطي. بسم الله. ايوه اهو. هي سنه واحده تلاقي الاشاره راحت، هي مش مظبوطه. لا مش عمليه مش مظبوطه، انا مش ظابطها، لا انا مش مالك. الواحد اللي بيكون مالك بيبقى احسن وافضل بكتير. لسه الطبق اصلا سايب. ايوه لازم تيجي معايا 91 اشاره. وطبعا بقى احنا بنجرب برضو الانفيرتو، هنجرب القطع، كل ده معاكم ان شاء الله. طيب احنا بس عملنا اي حاجه الاشاره كده ضعيفه على حد ما لحد ما نظبط. يا رب بس يعني نكون حتى الصوره او انا مثلا جاي يعني الى حد ما. ايوه لازم الاشاره زي ما قلت لحضراتكم تبقى مظبوطه كده 90 ولسه هتظبط كمان. كل ده يا جماعه تظبيط يعني، معلش كل ده تظبيط مش هيص هي لا لازم. خلينا كده ونصلي على النبي بعد التظبيط. تمام. ادي قدام حضراتكم التردد بتاع اللي هو نبص عليه، اللي هو 11 اللي هو 3 وحيد 37. تمام. اتش ده اللي بيبقى مشترك ما بينه وما بين النايل سات والازري. تمام. بالنسبه للموتور البيزك عموما طبعا ده انا طالبه، ده طبعا قطعه قديمه،
قطع قديمه، ما ركبتش كده الانفرت ولا حاجه. قدامكم الاشاره كام على الطبق المتر زي ما انتم شايفين اهو. أنا لسه ما قفلتش قدام حضراتكم ولا مسطره ولا قاموس ولا اي حاجه ثانيه. انا بس ايه جبت على طبق متر تمام، اشاره 91 زي ما انتم شايفين اهو تمام ماشي. ونقوم داخلين بقى على كنل، يعني طبعا كنل بقى اللي احنا بنتكلم عليها عندني والله على الموتور البايظ دهوت والله 8 و86 تمام. ادي كده التظبيط. بص الصوره اهي 86 90، يعني كده الاشاره ما فيش فيها غلطه، ما فيش فيها غلطه 90. طب ديت كده على القطع القديمه. طب نركب كده بقى الانفرتور ونشوف في فرق ولا لا. كده قدام حضراتكم اهو كل حاجه، يعني فيديو مش هنعرف ايه نفبرك. انفرتو السودا طبعا كانت جايبه القديمه دي، انفرتو اللي هي البلاك العاديه ستارنيت قدام حضراتكم جايبه اشاره ايه 90 على كانال. طبعا كانال 11 والشغل ده كلاته ضعيف اهو 90 91 وساعات 291 قدام حضراتكم اهي. حاجه ممتازه. انفرتو اهي، انفرتو اهي. ادي الطبق، ادي كده السنتر كده، يعني السنتر تمام. ابدا بقى ايه اقفل ايه طبعا هو رخم على السور عشان مش هعرف ان انا اقدر اظبطه، بس انا بعرفكم الشغل على السريع تمام. وعشان بس الشمس طبعا مش قادر والله. نبص تاني 90 90 91 زي ما انتم شايفين تمام اهو. كانال سبورت واحد، كانال سبورت واحد تمام. نجيب اي حاجه تانيه كده. التست ده كام 90 برضه تمام. نجيب مثلا 11 86. طبعا 11 اضعف شويه، بس المشكله ما فيش رمشه، انا بتكلم ما فيش رمشه وبترمي 90 كمان، يعني كله تمام اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله. اشارتها 90 90 6. طبعا هو عندي على عشان ده القروب قل. لو في الاشاره الاولانيه كان طبعا 91 مقفول مفيش فيها كلام، بس عشان القطعه عاليه تمام. خليكم معايا بقى يلا عشان نقفل المسطره. قدام حضراتكم اموس على السريع بس 84 ده على هلا تمام. ده على هلا، ده قمر ده قناه هلا تمام. ده على اموس ماشي. طيب احنا نجيب بقى كده سبورت بقى طبعا، ما هو ده الاساس. كام يا عم ابو جنى 91 اهي 91. ممكن كمان اظبطها عن كده كمان، يعني انا ممكن اظبطها عن كده كمان. بصوا كده اهو ده اشاره ايه اهو. ثواني اهي 91 اهي 91 على مسطره، 91 على مسطره زي ما انتم شايفين اهو تمام. طبعا انا جاي لكم بنجز بس عشان وقت الفيديو ده كده ايه اموس. طبعا ده شغلي قدام حضراتكم. خليكم معايا نجيب الاماره الثانيه على السريع. طيب هنخش كده يا جماعه على 7 على 7 شرق. طبعا قدام حضراتكم راميه 91 92، يعني ممكن كده يجيب فيد، ممكن كده هيجيب فيد اهو. بس طبعا الهزه دي الهزه دي من الهواء نفسه. لما هنثبت لسه هنثبت الدنيا تمام، بس تقريبا البلغاري فيه مشكله هنا، البلغاري فيه مشكله هنا. طبعا هنا يمكن فيها عشان شبكه ولا حاجه مش عايز القط معاه نهائي، بس كده كده في مكان تاني القط. كده كده هنديله تيست برضه وتجربه. احنا كده عملنا اموس و91 بتاع دوت البلغاري مش عايز يجي، مش عايز يلقط خالص تقريبا. دي شبكه ماشي 7 91 اوروبا 91 كله تمام. وهنجرب لسه كمان. طيب انا بتاسف عشان اصلا الملف ده قديم وفي تردد اللي انا بظبط عليه قاطع. ادى البلغاري 82 اللي هي ايه ماكس واحد قدام حضراتكم 80 82 وده كله مسطره. يبقى احنا الحمد لله ركبنا اموس، ركبنا البلغاري، ركبنا يوتل 7 طبعا فوق ال 92 91 يعني هيجيب فدات. ركبنا الاوروب سنتر على ايه قطع انفرتو بلاك. كده التركيبه قدام ده حضراتكم كلها كده تمام التمام. طبعا النايل سات لازم يكون لوحده تمام. احنا بقى نقفل بالمره قسطره ويوتل 16. يبقى احنا كده الدنيا كلها تمام التمام عشان يبقى الشغل بما يرضي الله. خليكم معايا نرجع نقول ادي كده الفينش 84 82 قسطره 19 تمام. طبعا ده الهواء لسه الطبق ما تثبتش، وانا ده اللي انا بتكلم فيه ان لما يكون على السور ما يبقاش مظبوط قد ما يكون على الارض يبقى ثابت تمام. ادي قدام حضراتكم القسطره 19 اوروبي يوتل 7 يوتل 7 مقفوله يعني يجيب فداد بلغاري شغال تمام مع اموس وايه نايل سات لوحده كده. دي تركيبه يعني هي دي كده قدام حضراتكم تركيبه تمام. 10 10 على 10. لسه بقى ايه لسه القسطره لسه اليوتل 16 هنحاول نجيبه ان شاء الله. ادي ايه 84 ثابته 10 على 10 ومليون المية ليه كله تمام. برضه نجيب قناه مجانيه عشان يبقى في اقتناع للناس اللي بتبقى تشكك في شغل ابو جنى. الحمد لله قناه مجانيه اهي
تمام، والدنيا كلها تمام، وشغل ابو جنى الحمد لله زي ما انتم شايفين، تحت امر اي حد. كده احنا قفلنا الاقمار كلها زي ما انتم شايفين اهو. تمام. اموس بلغاري 9 7 7 و7 كمان جاي، يعني ممكن يجيب فدات. تمام، لانه رام 91 92، طبعا هو 92 بيرمي فدات طبعا العاليه طبعا، انما الضعيفه لا. تمام، اوروبي على قطع انفيرتو بلاك. تمام، العاديه حاجه نظيفه جدا مع قسطره 19، وهنحاول نجيب ال 16. خليكم معايا. نبص كده يا جماعه الاشاره، بس عشان انا مش قادر اثبت، عشان طبعا انا مش هثبت، انا ايه بعمل تجارب. ادي قدام حضراتكم. تمام، ادي ال 16، وال 16 ممكن يعني كمان لان القطعه ده قديمه، مش عاليه يعني بمعنى اصح. ادي ال 16 اهو طبعا اهو. انا مش مالك يا جماعه، هو فوق هيرمي 91 اهو، هيرمي 91 اه. تمام، بس انا مش مالك، انا لو مالك ومثبت الاشاره تبقى 91، يعني ال 16 مقفول. انا كده لامسه بايدي 84 وكمان 90، ممكن يرمي معاها 86 اه. انا كده بايدي بس. تمام، انا بس بعرف الناس ان الدنيا كلها شغاله تمام التمام. وده يعتبر شغلنا النهارده طبعا كفايه وانا تعبت والله. تمام، وكده اموس بلغاري يوتال 7 مقفول. تمام، انفيرتو بلاك اللي هي الاوروبي 91 كله تمام ماشي. قسطره برضو اللي هي يوتال 16، بس طبعا زي ما انتم شايفين انا بايدي، انا مش عارف اثبت لان انا كده كده هفك كله تاني. تمام، انما لو قطعه بقى عاليه وكده طبعا هبقى اجيبها مقفوله بفضل الله، ومسطره كمان ماشي مع قسطره 19، يعني كده الاقمار كلها توب التوب ماشي. ادي كده اخر الفيديو. تمام يا جماعه، فقلنا بقى ايه يعني الى حد ما ده شغلي، وبفضل الله ادي كده نزوم بس شويه عشان احنا كنا مقربين. ادي كده شغل التركيب. طبعا انا بقول اما بيبقى على صور بيبقى ايه صعب، اما بيبقى على الارض كده ابقى انا قاعد مالك والدنيا كلها تمام التمام ماشي يا جماعه. ده يعني فيديو صغير كده بالنسبه لشغلي، والحمد لله انا بثق في شغلي يعني الحمد لله. ليه؟ عشان اطلع كل حاجه تمام بفضل الله. تمام، وتحت امركم، واي حد يامرني في اي تركيبه بفضل الله نفس الاشارات واعلى كمان، يمكن اعلى، لان ده كده يعتبر ايه مش مظبوط، عشان انا مش مالك الشغل بمعنى اصح. فقلت ايه اقعد بس الساعتين ده اعمل لكم فيديو تركيب اللي هو الثابت، شغل الثابت. لسه بقى طبعا الموتور الدايزك اللي هو هيبقى زي ده ان شاء الله باذن الله، غرب وشرق والدنيا كلها تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو جنى اللي في المنصوره. السلام عليكم.